الناس المحتارة ايش يسوون اليوم على الغداء؟ اليوم راح نسوي ضلعة غنم محشية بطريقة سهلة وسلسة وما بيها أي شغلات من كوكب ثاني، بدون تعقيد ومكونات صعبة. هدوء. ضلعة غنم محشية على طريقتي أني الشيف نوي، واستوى ما يستوي. على مود نسوي خلطة البهارات اللي راح نستعملها اليوم، راح نحتاج ربع ملعقة جوز الطيب، وربع ملعقة زنجبيل، وربع ملعقة هيل، وربع ملعقة سبع بهار، وربع ملعقة دارسين، وربع ملعقة فلفل أسود. نخبطهم كل زين ونخليهم على صفحة لما نستعملهم بعدين. بعدها نجيب أبطال الفيلم اللي راح نستعملهم اليوم، واللي هي عبارة عن قطعتين من ضلعة الغنم. أنا استعملت هنا قطعة بها عظم والثانية بدون، على مود تشوفون بالطريقتين شلون تتسوى. أول شي وقبل كل شي نملحهم كل الزين على الصفحتين وندلكها ونسوي لها شوية مساج. هسه ركزوا وياي هنا، الضلعة دائما تتكون من طبقتين. القطعة اللي بليها عظم تقدر تفتحها كلها على مود تصير عندك قطعة كاملة عريضة، وبعدين بالأخير نخيطها. والقطعة اللي بيها العظم تفتحها بس من النص على أساس يتكون عندك مثل التشيز، وإذا خربت عندك وانفتحت من ورا فماكو أي مشكلة، تقدر تخيطها. هسه نضيف لها البهارات ونفركها كل زين على مود البهارات تتوزع. خليها على صفحة ونجيب جدر على مود نحضر بيه الرز. هسه نضيف زيت بالجدر ونضيف شعرية فوقها قبل لا يحمى، ونقلبها كل زين لحد ما يصير لونها ذهبي. وبعدها اضيف له الرز نقعته 5 دقائق بالماء قبل لا استعمله، ونضيف له ملعقة من البهارات اللي خلطناها ونخلطه كل زين. بعدها نضيف له مي بالضبط مثل كمية الرز. مهم جدا، احنا هنا الرز ما نريده يستوي للأخير، نريده يستوي نص استوى. بعدها نجيب مقلاة وخلي بيها زيت ونحميها كل زين، واجيب بوتيتو واقطعها ناعم واقليها بالدهن على راحتها لحد ما تستوي يصير لونها ذهبي. وبس تستوي نطلعها ونخليها بصحن على صفحة. بعدها نجيب لوز مبروش، اذا ما عندكم مبروش تقدرون تستعملون عادي، اهم شي بدون قشر. نقليه بالزيت ونخليه على صفحة. واجيب كشمش منقع بالمي نص ساعة، نقليه بالدهن بس 15 ثانية مو اكثر، مجرد ياخذ حرارة. هسه الكشمش حمى، اللوز تحمر، البوتيتا انقلت، نشيل الخلطة هاي كلها ونخليها فوق الرز ونخبطها كل زين، ونجيب الحشوة مالتنا ونبلش نحشي قطع الضلعة اللي حضرناها. وأحسن طريقة للحشي ما تكبسها بالملعقة، وإنما تدقها دق، تخلي رز وتدقها، تخلي رز وتدقها. وبعدها نجيب خيط وإبرة ونخيطها كل زين. حاولوا تاخذون وقتكم بالخياط على أساس الفتحة تنسد كل زين وما تنفتح لما نطبخها. بعدها نجيب القطعة الثانية اللي ما بيها عظم، فأنا راح أحاول أخيطها بالخيط والإبرة من كل الاتجاهات على أساس يصير عندي الشكل مثل التشيس. أكرر، أهم شي تاخذون وقتكم بالخياط. ومثل ما تشوفون هيك التشيس صار جاهز مخيط من كل الاتجاهات، ونقدر نعبيه بخلطة البرياني اللي سويناها. ونفس الطريقة نعبي وندق، نعبي وندق، ونخيطها مثل اختها ونسد الفتحة، وهيك صارت عندنا القطعة جاهزة. شوف شلون مربربة. بعدها نجيب جدر ونخلي بيه القطعتين اللي حشيناهم، وازرفهم زروف صغار بطرف السكينة. بعدها اضيف عليها سنين او 3 سنون ثوم وراس بصل مثرومين كلهم ناعم، ونومي بصرة حسب الرغبة، انا استعملت هنا 2. ونجيب البهارات اللي تبقت من الخلطة ونضيف الباقي كله فوقها، وفوقها ربع ملعقة كركم وملعقة ملح كاملة، ونضيف له المي لحد ما يتغطى، ونخليه على الطبخ مدة ساعتين ينطبخ على راحته. وبعد ساعتين بس تستوي هيك راح يصير شكلها. نشيلها من النار ونخليها على صفحة. بعدها اجيب المقلاة واحميها كل زين واخلي بيها زيت، ونقلي قطع الضلعة على راحتنا. وهيك اكلتنا خلصت. نجيب صحن التقديم مالتنا. ها لا، خلي اجيب الصحن الثاني. لو ادري ما مبدله، ذاك كان احلى. اللحظة الحاسمة. يماي تاكلين؟ تعالي 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 ام الغالية، تعالي. هذا شكل شوفي مثل قريش. اقص يا ويلي بابا. اول شي نجرب السوبة. رهيبة موت. طالع انا كني دمار. لا ما ترهم هيك، هاي هيك الربطة. وخري وخري، بدي اشرب ماء. يلا جريمة اكل. يلا شكرا. هسه ندخل على اصلي. شيل الخيوط، جراح مو طباخ. عيش. وانا هاي الحركة كلش عجبتني. ويلي ويلي يابا، الريحة دمار. جرب.
تفوز. يوهو، لازم تتسجل بالتاريخ هاي الأكلة. شي قاعد نلعب احنا؟ يابا قاعد يعدل الفيديو. دمار. انا اتذكر اكو خيط بعد ما ادري وين، بس لا اكلته. بابا شلون طرشه. اسمعوا الصوت. هدوء. إذا عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. كان معكم الشيف نوي واستوى المايستوي.